ابوه كان عاوز انه يدرس في الازهر، بس الشخص ده كان عاوز يبقى فلاح ويزرع الارض مع اخواته. الشخص ده درس في الازهر ومرت السنين وبقى في سنه ثالثه، بس الشخص ده لسه مصر على رايه انه مش عاوز يكمل دراسته في الازهر، فقرر انه يعمل حيله عشان يزود المبلغ على ابوه شويه، عشان ابوه يقول له في النهايه اقعد وما تكملش دراستك. فراح لمكتبه اسمها الاتحاد، فلفت نظره كتب شكل تغليفها فخم ومذهب وكان حجمها كبير. فلما سال صاحب المكتبه عن الكتب دي، صاحب المكتبه قال له ان الكتب دي مراجع للمشايخ اللي بيدرسوا لك، وانت كطالب الكتب دي مش هتنفعك. قال له خلاص انا ابويا جاي في اليوم الفلاني عشان يشتري لي كتب الدراسه، فلما اجي لك انا وهو نزل له الكتب الكبيره دي. وفعلا لما ابوه راح المكتبه استغرب من الكتب اللي هو بيطلبها، وقال له يا ابني انت متاكد ان الكتب دي عليك؟ وفعلا ابوه اشترى له كل الكتب اللي طلبها، لغايه ما جه وقت رجوع ابوه لبيته وراح المحطه وركب القطر، وقبل ما يتحرك نده على ابنه وقال له يا ابني انا خايف لما اروح تفتكر ان ابوك مغفل بسبب حكايه الكتب دي، لان عارف ان الكتب اللي انت جبتها دي مش مكرره عليك، بس يا ابني ربنا ينفعك باللي فيها. وفي اللحظه دي كان التحول في حياه الشيخ محمد متولي الشعراوي.